بعد الاستيقاظ من سبات سحري لمدة 1000 عام، رجع اللورد الأقوى في جسد ولد عنده 10 سنين. ايه اللي هيحصل؟ بنبدأ الانمي بحرب كبيرة واقف عليها مصير تحديد قوى العالم. بنشوف جيش الهياكل العظمية بتتقدم وبينزل عليها جذور الشجر تقتلهم، وبيبدأ جيش البشر في الهجوم على الهياكل العظمية، وفي فارس بيطلق بربع سحر يصحي المقاتلين اللي ماتوا، وبيقوم المقاتلين يكملوا قتال عادي وكأن ما حصلش حاجة. بيظهر تنين تقريبا وبيقرب من قلعة كده، وبنلاقي في القلعة هيكل عظمي كبير قاعد على عرش، واتباعه قاعدين يقولوا له ان كل قلاع القادة وقعت، وان كل الابطال البشر بيركزوا على قلعتنا حاليا. بيبدأ التنين يا صديقي اللي بره يفجر القلعة، وبيتعصب الهيكل وبيقولوا انه هيحرقهم كلهم. بيقول له الذئب انك لازم تهدأ، انت اخر ملك شيطان ومش عاوزينك تقع وتموت هنا. قال له عندك حق، وكمان انا لازم اوفي بوعدي لوريزيليا. وبيرجع في كلامه وبيقول يا معشر البشر، انا هتقبل هزيمتي حاليا، لكن بعد 1000 سنة هعيد احياء نفسي وهستعيد عرشي. وبننتقل لمكان هادي في بنتين واقفين قدام كهف بوابته وجمجمة، وبيدخلوا وبيبداوا يراجعوا المهمة، وبيقولوا ان حاجة اسمها الفصيلة 18 امرت بتأحيي الاثار الموجودة تحت الارض اللي كشف عنها الزلزال، وتحديد موقع عش الفراغ. وبتقول واحدة اننا وصلنا للطابق السابع تحت الانقاض ومفيش اي حالات سحرية شاذة. بترد عليها واحدة من سماعة بلوتوث في ودنها، يعني اكيد دي مش بلوتوث وهتبقى لها علاقة بالطاقة السحرية. المهم بتقول لها اخرجي من هناك اول ما تلاقي العش، لان دي مهمة استكشافية مش اكتر. البنت التانية بتقول لها سيليا لازم نتوخى الحذر، المكان ضخم والمهمة هتبقى صعبة. بتقول لها ريجينيا الفراغات هي نوع من المخلوقات بتبني اعشاشها في اعماق الارض، ما ينفعش نسيبهم يهربوا. بيلمحوا تمثال واقع فبيروحوا يتفحصوه. بتقول سيليا ان اكيد لو في ملك مدفون هنا هيشعر بالوحدة. اكيد طبعا هيشعر بالوحدة وهو ميت، اكيد كلنا عارفين ان الملوك بتشعر بالوحدة وهي ميت. يمشوا لحد ما يوصلوا الباب كده، بتحاول ريجينا تفتحه ومش بتعرف. بتقول لها ايه رايك نكسره؟ بتلاحظ سيليا كتابات على الباب فبتطلع تليفونها وتترجم تقريبا. فريجينيا بتقول لها هروح استكشف في مكان تاني. فبتلمس سيليا الباب، فسبحان الله بيتفتح وبتلاقي بلورة ضخمة. الجهاز اللي معاها بيطلع صوت جامد، واول ما تقرب الجهاز بيبوظ، وبتلاحظ ان في شخص في البلورة فبتحاول تنقذه. بنروح لملك الشياطين وهو واقف قدام بنت بتقول له فاكر اللي قلت لك عليه؟ بيقول لها ايوه، سيظهر وعاء لقوتك على هيئة طفل بشري والعثور عليه هو هدف. قالت له مش مشكلة مادام انت فاكر، وطارت وسابته وهو قاعد ينده عليها من وراها. نرجع للبلورة وسيليا قاعدة بتضرب بالبلورة وبتقول ان في طفل محبوس بداخلها. بنسمع صوت حد داخل البلورة بيقول ان ده مزعج. وايه معناه ده؟ كان المفروض الضريح ده مختوم بحاجز سحري لعدم السماح لاي حد بالوصول لهنا، يعني كده مرت 1000 سنة بالفعل. شكل طقس اعادة الاحياء نجح. يعني ده يا صديقي ملك الشياطين اللي كان موجود من 1000 سنة بيعمل تعويذة تحليل لغة عشان يفهم لغتها. بيفتكر انها حرامية من كلامها بتسرق القبور، فبيكسر البلورة ويخرج منها. وبيبص على سيليا وهي واقعة على الارض من الانفجار وبيقول ايه الجمال ده كله؟ هل هي من الالف؟ وبعدين بيقول صحيح انا كنت هقتلها عشان بتحاول تسرق قبري. بتصحى سيليا وبتتفاجئ ان ازاي في طفل في المكان ده. بيبص لنفسه في المراية بيلاقي نفسه طفل صغير. بيقول مستحيل، هي فشلت طقوس اعادة الاحياء، بس ليه من كل حاجة؟ ليه شكلي رجع لما كنت معروف باسم البطل ليونيس؟ بتقطع سيليا وبتقول له انت ليه كنت محبوس؟ مش بيعرف يرد عليها. فبتقول شكل الصدمة اثرت على ذكرياتك، وبتقول له كل حاجة هتبقى كويسة، اختك الكبيرة هتحميك. تديله اكل ومية، وبيقول ليونيس نفسه ان اول مرة يحس بطعم الاكل من مدة طويلة. بس الجسد ده مثير للشفقة، يعني ايه يفقد ملك الشياطين وعيه بسبب الجوع؟ بتقول له سيليا اسمها وانها سيئة تحت التدريب وعضوة في الفصيلة 18 في اكاديمية اكسكاليبور في حديقة الهجوم السبعة، وعندها 15 سنة. طبعا ليونيس ما فهمش حاجة زينا بالظبط غير اسمها، وبيقول ليونيس ان شكلها فاكراني طفل، فهحاول اطلع منها معلومات عن العالم ده. بيقول لها انا اسمي ليونيس. مش هكمل الاسم طبعا لان الاسم التاني صعب. بيقول لنفسه ان ملك الشياطين مش محتاج ينزل لمستوى منخفض وياخد اسم مستعار. فسينيا بتفكر في الاسم، فبيقول زي ما توقعت اسطورتي المخيفة تناقلت عبر الاجيال. بتقول له سيليا اسمه ظريف قوي، وبتساله عندك كام سنة؟ بيقول لها 10 على ما اعتقد، ومتضايق في نفسه ان اسم ملك الشياطين ما وصلش ليهم وانها ما عرفتوش. بتقول له مستحيل كنت تقدر تيجي هنا لوحدك، اكيد اتخطفت واتحبست. هل ممكن يكون ده عن طريق الفراغ؟ بيقول لها ايه الفراغ ده؟ تقول له ما تعرفش الفراغ، شكل ذكرياتك مشوشة فعلا. بنروح للجينيا وهي بتكتشف المكان، فجهاز تتبع الفراغ بيعلى صوته وبنلاقي بلورة وراها بتكبر، فبتفعل السيف المقدس بتاعها. نرجع لسيليا وهي بتشرح ليونيوس ايه هم الفراغ، وبتقول انهم ظهروا قبل 64 سنة ومش عارفين ايه اهدافهم او هم ايه، وان في نظرية بتقول انهم جم من عالم تاني، بس دي نظرية من نظريات كتيرة عشان كده بنسميهم الفراغات. لينيوس في نفسه بيقول انها شرحت، بس انا حاسس انها ما شرحتش. بتكمل سيليا وبتقول انها جت لهنا عشان تحقق في
الفراغات عشان بيبقوا كتير في الآثار القديمة. بيسألها لينيوس احنا في أي عام من التقويم الميلادي للإله المقدس، وبيقول في سره إن لو مرت 1000 سنة فالمفروض تكون سنة 1447. بتقول له سيليا إننا في السنة 64 من التقويم البشري الموحد. بنسمع صوت انفجار وريجينيا بتقول لها في جهاز التواصل إن تم اكتشاف فراغ وأنا بشارك في القتال. بيدخل عليهم غول، بتقول سيليا إنه فراغ من نوع غول. بيقول لينيوس في نفسه فين الغول اللي فيه، مفيش أي شبه بينه وبين الغول. بتضرب سيليا عليه بسلاحها بس مش بيتأثر. لينيوس بيقول إن الضريح اللي تحت الأرض هو اللي موجود فيه رفاق ومش هسمح إنك تدنسه أكتر من كده. وبيحضر تعويذة لكنه بيقع بسبب لبسه. وفي لحظة بترجع ريجينيا وبتدمر الفراغ وبتقول لها مين الطفل ده. بتقول لها سيليا إنه في حمايتي حاليا وهنتكلم بعدين. بيقوم الفراغ تاني، بتغير ريجينيا من سلاحها تاني وبيتسأل لينيوس إيه السلاح المقدس ده، بس الضوء اللي خارج منه ده مش قوة سحرية. بتضرب ريجينيا الفراغ وتطلب من سيليا تخرج من الكهف وهي هتتكفل بالباقي. بتاخد سيليا لينيوس وبيجروا. بيظهر فراغ تاني وبتقول سيليا إنه من التصنيف ويفرن. طبعا لينيوس كالعادة بيقول إنه عنده أجنحة بس ده مختلف عن الويفرن. بتطلب منه سيليا يهرب. بيفكر لينيوس إنه يقتله وإن مش مشكلة لو شافت قوته لأن مفيش خيار تاني. وبيجهز تعويذة وبيقولوا إنه هيخلوا الفراغ ده يندم إنه دخل ضريح ملك الشياطين. بتبوظ سيليا عليه التعويذة وبتدفعه بعيد عن هجوم الفراغ وبتاخد هي الضربة. بتوقع سيليا وهي بتحتضر وبتقول له اهرب برضه. بتقول له ممكن تجتمع مع ريجينا وتطلع السطح وانا اسفه اني ما قدرتش احميك. وبتموت سيليا. بيقول لينيوس انت كنت فاكره اني مش هعرف اصد هجوم ضعيف زي ده. بيفتكر لينيوس لما كان بطل وواقع على الارض وداخل في جسمه كذا رمح وفي بنت بتقول له الابطال مملين خليك ملك يا لينيوس. بيتجمع كذا فراغ حوالين لينيوس وبيهجموا عليه ومش بيقدروا يلمسوه لان في حاجز سحري لينيوس مفعله. وبيقولوا انا سبتها عشان هفوا مني للحصول على المعلومات. انا اعترف شجاعه البنت دي عجبتني شويه. وبيبدا يهجم على الفراغات وبيخلص عليهم بمنتهى السهوله. وبيقول ان جسمه ده قوته السحريه هي التلت من قوتي قبل كده. وبيروح لسيليا وبيقول انا ملك الشياطين ما عنديش اي اهميه بحياه البشر لكن هشيل بالروح النبيله وانت ضحيتي بحياتك لانقاذ حياتي. وعلى الرغم ان حمايه ملك الشياطين مش امر حكيم بيستعمل عليها السحر بس طبعا هو ما عندوش خبره غير في سحر عالم الاموات. بيقول انها لما تعرف الحقيقه هتغضب مني او ربما تصاب بالياس. بيلتئم جرح سيليا وبتكون في اللحظه دي ريجينيا خلصت على الفراغ اللي قدامها وبتحاول تتواصل مع سيليا بس طبعا مش بتجاوب. وبيقول لينيوس ان انا عارف ان ده جهاز سحري للتواصل عن بعد بس ما عنديش اي فكره عن طريقه استخدامه. ومين كان فاكر ان البشر كانوا قادرين يطوروا تكنولوجيا سحريه معقده زي دي. بتفوق سيليا وبتحضن لينيوس وبتقول انت كويس وبعدين بتصدم انها عايشه. فبيقول لها لينيوس اصابتك ما كانتش بليغه فاستعملت سحر مقدس لعلاج تعويذه شفاء. بتساله السحر سؤالي يعني سحر. بيقول في نفسه مستحيل انها ما تكونش عارفه يعني ايه سحر عشان كده هم مش بيقدروا يستعملوا السحر فبيستعملوا التكنولوجيا السحريه بدل كده. تقول له سيليا هل ممكن يكون ده نوع من قوه السيف المقدس؟ رد لا هو ده بسؤال برضه. قالت له ايوه الاكاديميه سجلت حالات سيوف مقدسه عندها قوه علاجيه. بيقول في نفسه انا هسيرها. وبيسالها انه ما يعرفش كتير عن القوه دي وايه هو السيف المقدس ده. قالت له ان السيوف المقدسه هي القوه اللي ظهرت للبشريه لمحاربه الفراغ. اول مره ظهرت مع اول ظهور للفراغات. الاطفال اصحاب القوه ظهروا في كل مكان واغلبيه القوه دي اخذت شكل اسلحه فاطلق عليها الناس اسم السيوف المقدسه. قال لها زي الاخت اللي كانت معاكي. قالت له ايوه وانا لحد دلوقتي ما حصلتش على قدره سيف مقدس. بيقول عشان كده كانت بتستعمل اداه سحريه للقتال. بترجع ريجينا بتطمن على سيليا وبتقول لها انت قاتلتي فراغ. في اللحظه دي سيليا بتسال لينيوس عن الفراغ اللي كان موجود. قال لها انه مشى لوحده وانا كنت خايف. قالت ايوه الفراغات بتتصرف بطرق مش مفهومه فعلا. بيخرجوا من الكهف وبتعرفوا ريجينيا على نفسها وبيتوجهوا للاكاديميه. الحلقه اللي فاتت يا صديقي عرفنا ان ملك الشياطين اعاده الاحياء بتاعته فشلت ورجع لشكله قبل ما يبقى ملك الشياطين. قبل 6 سنين في الحديقه الهجوميه الثالثه بنشوف البشر هما بيدافعوا عن قاعده ليهم ضد الفراغات وبنعرف ان باقي الناس في القبر. وبنشوف ريجينيا وسيليا وهم صغيرين. هتقول لي مين ريجينيا وسيليا؟ هقول لك شوف الفيديو اللي فات. سيليا بتقول لريجينيا ان الامور هتبقى كويسه عشان والدي بيقاتل في الصفوف الاماميه. بترد ريجينيا ان السماء مليانه فراغات بشكل ما شافتوش قبل كده. بتقول لها سيليا ان والدتي واخواتي وكل الفرسان ما خسروش قبل كده وانا لما اخد قوه السيف المقدس هنضم ليهم وهبدا تدريب تمهيدي من الاسبوع الجاي. بيستمر صوت النيران والصواريخ وبتحاول سيليا تروح تنضم للقتال. بتمسكها ريجينيا وتمنعها وبتعيط سيليا وبتقول لها وعدوني بحاجات كتير عشان هنضم للاكاديميه الامور هتبقى كويسه اكيد. وبعد مده بيخلص صوت ضرب النار والصواريخ وبيتفتح باب المخبأ وبنلاقي ان المدينه كلها اتدمرت وان ال1000 فارس اللي كانوا بيقاتلوا كلهم ماتوا واللي هم اغلبهم من عائله سيليا. بتنهار سيليا من العياط وبنروح للمستقبل وسيليا وريجينيا ومعاهم ليو في طريقهم للمدينه اللي هي عباره عن حصن كبير. لينيوس بيقول ان جامد جدا ان يتبنى جزيره كامله زي دي. بترد عليه ريجينيا انها مش جزيره بل عوامه ضخمه مصممه للسفر عبر البحر
البحر والبحث عن مستعمرات الفراغات. بيقول لينيوس لنفسه ان الشيء ده بيتم تحريكه ومستغرب اكيد، يعني انه كان متوقع ان البشر ما كانوش هيتطوروا بالشكل ده. بتقاطع سيليا تفكيره وبتقول انها بعتت بيانات تحقيقهم في الاثار، وبتقول لينيوس انك هتعيش في اكاديميه السيف المقدس، وبتقول له ان اي شخص جاي جديد لازم يمر ان الباب اليمين اللي يتم فحصه وانا هكون مستنياك عند المخرج. بيدخل لينيوس الحمام بعد ما سيليا تمشي ويقعد يصيح مع نفسه ان الخطه باظت وان كان الهدف هو اعاده جيش الشياطين واخضاع البشر، وقبل ما اعرف كانت الحضاره البشريه اتقدمت وفي وحوش غبيه موجوده، ده غير اني طفل. وبعدين بينادي على اتباعه بلاكوس وشاري، وبتظهر الخادمه والذئب، وبيقول له الذئب ال1000 سنه كانت طويله جدا، بس ايه اللي وصلك للمظهر ده؟ رد ليو بان اعاده الاحياء فشلت ورجعت لشكلي وانا بشري. قال له الذئب دي مرتي الاولى اللي اشوفك كده. رد ليو عليه وقال له ما اكيد، انا اول مره شفتك كنت فعلا ملك الشياطين. وبيكمل ليونيوس وبيقول انا هطلب منكم طلب، المكان اللي احنا فيه ده جزيره صنعها البشر والمفروض فيه 6 جزر غيرهم. ردت شاري بان البشر كائنات ضعيفه، ازاي عملوا حاجات زي دي؟ قال لها ليونيوس العالم اللي احنا فيه مختلف عما كنت اتخيله قبل اعاده تجسيدي، وقبل ما نعيد بناء جيش الشياطين لازم نحلل القوه العسكريه للبشر والاول حققوا في الجزيره دي، وخلوا في اعتباركم ان السحر اختفى بشكل كامل فاستخدامه هيلفت الانتباه. سالته شاري وانت هتعمل ايه؟ رد هتسلل لمنشاه التعليم العسكري للبشر عشان للاسف الجسم ده محتاج طعام وهجمع معلومات برضه، وبيأمرهم ان هم يمشوا فبيمشوا. بعدين بيتوجه لينوس للباب اللي قالت عليه سيليا وبتبدا عمليه التفتيش، وبيخش لينو على جهاز كده، الجهاز احصائياته بيزيد اول ما بيقرب منه وبيشتغل جرس الانذار، فبسرعه لينوس بيفعل تعويذه بتخفي المانا فبيوقف الانذار وبيطلع من الباب يلاقي كارت عليه صورته ظهر، بيمسكه فبتيجي سيليا وتاخد منه الكارت وتصوره وتقول له كده تحدد موعد استجوابك، وان اي حد بيلتحق بالاكاديميه لازم يسجل خصائص سيف المقدس، وبمجرد ما تنتهي هتاخد بطاقه الهويه الرسميه. وبتاخده سيليا في جوله حول الاكاديميه. بيقول لها لينوس بعد ما بيشوف المكان انك قلت انك في الخطوط الاماميه بس المكان هنا اهدى من الطبيعي. قالت له ايوه فعلا، بس حديقتنا المقدسه ما تمش غزوها قبل كده. وبيوصلوا لاكاديميه السيف المقدس اللي بيكون فيها جاكوزي وحمام سباحه، وبيعرف لينوس ان الجاكوزي وحمام السباحه موجود عشان قوه السيف المقدس بتظهر مع ارتياح القلب. المهم بيقفوا قدام برج عملاق، بتقول له سيليا ان ده المركز الرئيسي. بيقول لها تمام. بتقول له الناس اول مره بتشوفه بتكون متفاجئه اكتر، لكن هو من جواه بيكون يا صديقي مصدوم من ضخامته. وبتبدا تعرفوا على كل الاماكن، وبتعرفوا ان الاستجواب اللي هيحضره هيبقى في ساحه التدريب الخارجيه، وبتوقع على الارض مره واحده. بيقول لها انت كويسه؟ بتقول له ايوه. بتبص تلاقي 2 بيتدربوا، فبتقول انا كمان لازم اتدرب عشان اخد قوه السيف المقدس. المهم بيكملوا مشي، ولينوس بيفكر مع نفسه وبيقول ان الموضوع غريب ان يتم تسجيلها وهي ما عندهاش قوه السيف في الاكاديميه. وبيعدي بنتين من جنبه وبيقولوا عليه انه كيوت، وفي بنت بتقول ان شكله من اللي هيكبروا وهيبقى ملك الشياطين. فبيستغرب ليو من كلامها بس بيطمن ان اكيد محدش هيعرف واكيد ده هزار. وبعدين بيكمل مشي وبيسال سيليا هم الطلاب كلهم بنات ولا ايه؟ بتقول له لا هم بنسبه 50-50، بس احنا في سكن البنات فاكيد مش هتشوف غيرهم. بس فجاه بنلاقي واحد داخل عليهم وبيكون حواليه بنات. بيقول يا الانسه سيليا بنفسها. بتعصب سيليا وبنعرف ان اسمه ميوسيل، وبيقول ان الجرح ده اكيد من معركه، شكلك اتطوعتي لمهمه اكبر من امكانياتك كالعاده، ومين الشخص ده كمان؟ فبنلاقي سيليا بتحاول تشد ليو وتمشي، وبيحاول ميوسيل يوقفها وبيكون عاوز يعرف مين الشخص ده. فبتقول له سيليا ان ملوش دعوه وانه يخلي باله عشان الواد ده عنده سيف المقدس. بيستغرب ميوسيل وبيقول لها بقى الطفل زيه بلاش هزار يا سيليا. فبياخدش ليو الموضوع بشكل شخصي عشان منظره ده اللي بيخلي كله يفتكره طفل وضعيف. فبنلاقي ميوسيل بيقول لسيليا فكك من كل ده وتعالي انضم الفريق اللي في قمه الهرم، ومش هتقلقي من انك تطردي من الاكاديميه حتى بالنسبه لواحده زيك مش قادره تستعمل قوه السيف المقدس وهو في دمها. فبيقول ليو في نفسه زي ما كنت متوقع، سيليا كان محطوط لها توقعات عاليه عشان نسبها وما قدرتش توصل لها. المهم بيكمل ميوسيل وبيقول لها انضمي لمسرح العابي. فبيقول ليو لنفسه واضح ان ده طريقه للسيطره على العقل. وبيكمل ميوسيل وبيقول لها ان ده احسن حل عشان ما خاطرش بنفسي مع الفراغ. فبتقول له سيليا اني مستحيل اوافق، وبتسحب ليو عشان يمشوا، فبيمسكها ميوسيل من شعرها. فبيتعصب ليو جدا، فبيستغرب ميوسيل من نظرته واللي هو عاوز يقول له بس يا بابا. فليو بيستخدم تقنيه سحريه بيخلي ميوسيل يقع على الارض، وبعدين بيقول له انت كويس يا عمو، وبيقرب من ودنه ويقول له ما ينفعش ايد واحد قذر زيك تتحط على شعرها تاني، فاهم كلامي؟ فبنلاقي ميوسيل بيقوم وبيفعل مهاره السيف الخاصه بيه. فبنلاقي بنت اللي غالبا اسمها فيني دخلت وبتقول له انت عارف ان استعمال مهاره السيف في القتالات الشخصيه ممنوع، ده زائد ان دي منطقه سكن بنات، فلو مشيتش دلوقتي انا هبعت الصور لمكتب الاداره. فبيلغي ميوسيل قوه السيف ويمشي بالبنات. فبيقول لي نفسه اني خليت العيل ده يستفزني وخلاني اخد الموضوع بشكل شخصي، بس مش هندم على الموضوع، انا ملك شياطين رجوله بس صبري قد النمله. المهم ان فيني بتطمن على سيليا وبتقول لليو انت بقى الطفل اللي لقوه في الانقاض. بيقول لها ليو اسمي ليو ماجنوس.
ونص. فبتقول له ان اسمها فيني وانها مسؤوله عن تحليل البيانات، وبتبص لسيليا وبتقول لها انها هتحضر الزي المدرسي ليو عشان هي اخذت المقاسات خلاص. فبيبص ليو على المهاره بتاعتها وبيقول لنفسه هي دي قوه السيف بتاعتها، باين ان في اشكال مختلفه ومحتاج اعرفهم. المهم بنلاقي فيني بتسال سيليا عن اصابتها، فبتقول لها سيليا ان ليو عالجها. فبتتاسف فيني انها ما قدرتش تروح معاهم عشان تحليل البيانات اخذ وقت كبير. فبتقول لها سيليا بيانات ايه؟ فبتقول لها فيني ان اجهزه الاستشعار لقطت سحر كتير اثرت عليها وهيبعتوا فريق من النخبه تاني. فبنلاقي سيليا داخلت في وسط كلام، بس بنلاقي ليو بيقول لنفسه شكلها دخلت في مرحله الجفاف. المهم بتفوق سيليا وبتروح بليو للبيت، فبيقول لها ليو بس البيت ده شكله اقدم من البيوت في المنطقه. بتقول له سيليا ان البيوت بتحسب بانجازات الفصيله. فبيقول لها ايه الفصيله دي؟ فبتقول له انها تعتبر وحده القتال اللي فيها المبارزين، والاكاديميه مبنيه على نظام الجدار، عشان كده اللي في مراتب اعلى بيعيشوا في اماكن احسن. بتوري سيليا ليو البيت وبتوريه اوضه ريجينا اللي بتكون نايمه، وبتطلع توريه اوضته. فبيقول لها ليو ثواني، هو البيت ده ما فيهوش قفل ليه؟ قالت له ما فيهوش للاسف عشان اديب، احنا قلنا لهم وطلبنا منهم اكتر من مره بس ما حصلش جديد. ومن هنا يا صديقي هتخلص الحلقه وهنعرف من ليو ان سيليا فعلا ماتت، وانه مش بيقدر يصحي الموتى، وانه حولها باستعمال لعنه، وكل ده هنتاكد منه الحلقه الجايه. نكمل الانمي بتاعنا من فلاش باك قبل سنتين من الوقت الحالي. بنروح لاكاديميه السيف وبنشوف سيليا وهي واقفه في ساحه تدريب ضد روبوتات، وبتفشل قدامهم وبتقول لنفسها التقنيه اللي علموها لي اخواتي محفوره بذاكرتي، لو كانت السيوف المقدسه مظهر للروح فلازم انه يظهر على مظهر سيف. وبتقوم عشان تحاول تاني، بس ميوسيل بيفصل الروبوتات وبيقول لها بطلي محاوله ملهاش لازمه، انت مش محتاجه لتدريب، انا مش قلت لك اني هسمح ليكي تنضمي لفريقي؟ بتقول له سيليا لا شكرا. فبيكمل وبيقول لها هتفضلي لحد امتى بيت عندي وانت اللي ما عندكيش سيف مقدس؟ بتتضايق ريجينيا وبتجري وبتفعل السيف المقدس بتاعها. بيقول لها على فكره بيحظر استعمال السيوف المقدسه في الخلافات الشخصيه وبيسيبها وبيمشي. بتقول ريجينيا ان لو سيليا ايقظت سيفها المقدس هتتخلص من شخص زيه في لحظه واحده. بتقول لها سيليا مش ده السبب اللي عاوزه السيف المقدس عشانه، وبعدين بتسال هل هحصل عليه فعلا؟ وبنرجع للوقت الحالي وبتصحى سيليا من النوم وبيكون واقف ليو جنبها. بتقول له سيليا مش انا كنت في الحمام؟ قال لها انا شلتك واستعملت السحر فما لمستكيش. فسالته سيليا انت مين بالظبط؟ قال لها انا اعاده تجسيد لسحر قديم، على ايامي كان السحر مهاره بيتكونها البشر، وباستخدام القدرات دي قدرت اعيد احيائك احد مرؤوسيني. بتقول له يعني ما كانتش قوه سيف مقدس؟ رد وقال لها دي تعويذه مستوى 10، بصراحه كنت براهن بده بس النتائج طلعت اكبر مما توقعت. انت حاليا يا سيليا سان افضل الخالدين، ملكه مصاصين الدماء. كمل ليو قال لها حالتك الضعيفه البارح كانت بسبب نقص المانا عندك، عشان كده كنت عاوزه دمائي، ودي استجابه طبيعيه عشان ضروري تجددي مخزون المانا الخاص بيك. قالت له سيليا يعني موتي ده امر حقيقي؟ قال لها انا اسف ما كانش عندي غير الطريقه ديت لانقاذي. قالت له سيليا ممكن اتكلم عن نفسي شويه؟ اتفضلي يا بيبي طبعا يعني. المهم قالت له هي عندها 9 سنين الفراغات هجمت المدينه، كانوا اعداد كبيره وعائلتي كلها كانوا سيافين مقدسين وقتلوا لحمايه سكان المدينه وماتوا. انا وريجينيا اللي نجينا في الملجأ تم اخذنا الى عهده اكاديميه السيف ديت، وكانوا متوقعين مني كتير عشان دماء المبارزين اللي بتجري في دمي، وانا فكرت ان محاربه الفراغات هتسرع من ايقاظه، عشان كده شاركت في المهمات الخطيره. بتكمل سيليا وتساله تفتكر ان لسه هقدر انعم بقوه السيف المقدس مع كوني مت؟ قال لها مش عارف بس انت هتكوني اقوى بكتير من الاول. بيلبس ليو زي الاكاديميه وبيروح هو وسيليا عشان ياكلوا، وبتساله هو انا ممكن اكل عادي لسه؟ بيقول لها ليو انت مصاص الدماء من النخبه، تقدري تعملي اي حاجه بس جهازك الهضمي مش فعال قوي عشان يحول الطعم لمانا. بيقول لها ليو تختار هي الاكل وهو هيدفع، وبيطلع عمله ذهبيه اسمها رايدور وبيقول لها واحده من دي تقدر تشتري المطعم ده كله. بتقول له سيليا بس دي ما ينفعش تستعملها هنا، هما بيقبلوا بطايق الائتمان بس للدفع. قال لها بس على الاقل لو ملهاش قيمه المفروض الذهب يكون قيمته عاليه. قالت له لا الفضه المزوره كيميائيا اكتر قيمه منه. بيقول ليو لنفسه وهو بيصيح يعني كده ال2000 عمله اللي احتفظت بيهم عشان اعيد بناء جيش ملك الشياطين ما بقاش ليهم قيمه. بنسمع جدال وبنلاقي واحده واقفه مع 2 رجاله وبتقول لهم انا دفعت اللي بدين بيه. قال لها واحد منهم انت بتراكمي الفوائد كده؟ قالت له ممكن تستنى لحد ما اخد مرتبي الاسبوع الجاي. قال لها من دون ده ما اقدرش. وتاني بيبدا يضايقها فطلع سيفها وتضربهم وتقول لهم انا طالبه هنا ومش ههرب لاي مكان، تعالوا الاسبوع الجاي عشان تاخدوا فلوس. وبياخد باله ليو من مهاراتها في السيف. وبتروح سيليا تسالها مين دول، وبنعرف ان اسمها ساكويا. فبتقول لها انهم حراس النادي اللي هي راحت له البارح. فقالت لها سيليا انت مش كان عندك حصص تعويض للامتحان اللي سقطت فيه؟ قالت لها فعلا واسفه اني ما جيتش معاكي للمهمه، بعد ما خلصت حصص التعويضيه رحت عشان احاول ابقى غنيه، بفضل ده بقيت فقيره. وبتبص على ليو وبتقول له عمله قديمه ها، انت بقى طفل مستخدم السيف المقدس. قالت لها سيليا انا قلت لك قبل كده. وبتعرف ليو ان ساكويا هي المهاجمه الرئيسيه لفريقهم، وبالرغم من انها لسه جديده بس هزمت فراغات كتير بنفسهم وقليلين جدا اللي عملوا الموضوع ده. بيتعرفوا على بعض وبيسلم ليو عليها وبيقول في نفسه زي ما كنت متوقع ايدها ايد حد عايش عشان السيف. وبيقعدوا ياكلوا كلهم. وبيسال ليو ساكويا ان لبسها مختلف، فبتقول له انه زي تقليدي من وطنها اسمه اوران، وده تذكار من اختي الكبيره.
قريتي كلها اتقتلت من الفراغات وعشان كده من واجبي قتلهم. بيجي بنتين بيقول لساكويا انك مدينه لينا بقالك يومين. بتقول لهم ساكويا استنوا الاسبوع الجاي لما تقبر. بتقول لها سيليا كل اللي بتعمليه هو القمار فعشان كده بتفشلي في الامتحانات. بنروح بعد كده للمكان اللي هيتم استجواب ليو فيه عن السيف المقدس الخاص بيه. فبتقول له المسؤول عن الاستجواب وريني السيف المقدس الخاص بيه. فبيطلع العصايه بتاعته فبتقول له من نوع العصا يعني وايه قوتها. قال لها من النوع الداعم على ما اعتقد بتعتمد على الموقف نوعا ما. بيبص ليو على الروبوتات وبيقول لها ايه ده. بتقول له سيليا محاكاه للفراغات انت حالهم دلوقتي. فبتكون المسؤوله بتجهز صف من طليعه عشان هو من النوع الداعم. فبتلاقي ليو دمر المحاكيات كلهم وبيقول ليو لنفسه انا كنت عاوز اكبح قوتي. بتقول له المسؤوله مش انت من النوع الداعم ايه ده. قال لها ممكن تكون ضربه حظ. قالت له مستحيل يحصل ده. بيجي ناس كتير تتفرج وبتقول المسؤوله ان ده بيحتاج تحقيق مطول وهعد محاكيات جديده. بيجي ميوسيل وبيقول انا اللي هتولى استجوابه باعتباري مبارز من الدرجه الاولى. فبيقول له ليو ما عنديش مشكله اعتقد انك هتكون بديل لقومه القمامه اللي لسه مدمرها. بيفعل ميوسيل السيف المقدس بتاعه فبيفعل البنات اللي معاه هم كمان. فبتقول له سيليا ان ده مش عدل انه يواجههم كلهم. فبيقول لها ميوسيل دي قدره سيف المسيطره المطلقه دول مجرد جزء من سلاحي. قال ليو اعتقد ان ده منطقي كل اللي عليه اهزمك واللي معاك. بتقول له المسؤوله لو سمحت ليه باجراء استجوابك فهيبقى كده. بتقول سيليا انا كمان هقتله. بيضحك ميوسين وبيقول مفيش مشكله بس عندي شرط لو خسرتي هتنضم الفريق. بيقول ليو انا موافق لو خسرت هتنضم الفريق بس لو كسبنا مش هتزعجها تاني. بتبص له سيليا فبيقول لها ما عنديش اي نيه في تسليم اي حد من مرؤوسيني لحيوان زيه. تطلب سيليا تستعمل سيف تدريب. بتقول المسؤوله ان اول من يستسلم او يفقد وعيه هيخسر ولو الامور بقت خطيره هوقف القتال على طول. تبدا المعركه وبتبقى سيليا مبدعه وليو بيكبح قوته. بتقول سيليا انت ناوي تستخدم البنات كدرع وتهرب ولا ايه يا مسيء. وبنلاقي ريجينيا جايه تجري بتقول انها اتاخرت في النوم ونسيت استجواب ليو. وبتدخل تلاقي سيليا بتحارب وبتهزم البنات وبتقرب من ميوسين وتقول له مفيش اي درع دلوقتي ولسه تضربه. بيستعمل سيفه المقدس عليها وبيحاول يسيطر عليها. تتثبت سيليا في مكانها بعد ما بيسيطر عليها وبيطير منها السيف وبيقول لها كنت من شويه رافعه طموحاتك وبعد كل حاجه هزيمتك ليا امر مستحيل اصلا ودلوقتي هتخلص من الولد المزعج ده. بنسمع سيليا وهي بتحاول تفك نفسها من التثبيت وبتقول انا هحمي ليو حتى لو ما عنديش سيف مقدس. فسبحان الله بيتفعل سيف المقدس ويبقى على شكل سيف. بتتخض ميوسين وبيقول هي قدرت تهرب من سيطرتي وتهجم عليه وتقطع سيف المقدس وبتوجه السيف ناحيته فبيستسلم ميوسين. بيفرح الكل وبنروح بعد كده للبيت بتاعهم وسيليا تشكر ليو فبيقول لها انه ما عملش حاجه. فبتقول له سيليا يعني ايه مرؤوسين. قال لها المرؤوسين موجودين عشان يحموا سيدهم. بتضحك سيليا وبتقول له من دلوقتي هتقوم اختك الكبيره بحمايتك بعد كده. وبيعملوا حفل طعام بمناسبه حصول سيليا على السيف وانضمام ليو للفريق 18 وبيسالوها هتسمي سيفك ايه. بتقول لهم لما اقدر اتحكم في كل امكانياته ساعتها هسميه. بيروح ليو بعد كده لغرفه الفيني عشان تسجل بياناته وبيطلب منها خريطه فبتدي له تاب بتاعها. فبيقعد يشوف الخريطه ويقول ان ده المكان اللي جيش يحارب فيه وبيقول ان في علاقه بين انتشار الفراغات ومواقع المعارك القديمه. وبينادي على بلاكوس فبيظهر وبيقول له قول لي كل اللي اعرفه. بيقول له بلاكوس ان الجزيره دي فيها نواه تحت الارض مجهزه ببلوره مانا ضخمه البشر سموها محطه طاقه. قال له ليو ان الكيجين استخدم بلورات مانا لتشغيل قلعته. هل هم نفس الحاجه؟ قال له بلاكوس ان قوتها وحجمها مخالف زائد انها مجهزه بدوائر كهربيه معقده وتقريبا بتوزع المانا على المدينه كلها. بيقول ليو انها تقنيه مرعبه بس هيبقى كويس لو ضمناها لينا. وبيطلب من بلاكوس يكمل بحث. بترجع شاري وبتدي له دونت وبتطلع شيبسي وحاجات كتير. فبيقول لها كفايه تقارير عن الاكل عاوز معلومات. فبتقول له ان في المدينه دي محدش يعرف حاجه عنك يا ملك الشياطين او عن الحرب اللي حصلت من 1000 سنه. بيقول لي وغريب ان العالم ينسى الموضوع كده. نروح لغواصين تحت البحر وبيبلغوا ان مفيش اي علامات لوجود فراغات بس فجاه بيلمحوا كائن غريب بيقول اسم ليونيس وبعدين بيقتلهم. وبكده تخلص الحلقه الثالثه من الانمي ده. لو وصلت لحد هنا فسيب لي رايك في الكومنتات وقول لي اكمل تخليص للينيوس ولا لا. وما تنساش اللايك والشير وسلام.